وأخيرا الحلقة اللي كنت مستنياها من أول ما بدأت بودكاست العيال كبرت، إني أستضيف واحد من جين زي في مجال التمثيل. ظهر في عملين من أهم الأعمال اللي اتعرضت في شهر رمضان وقبله كده على طول، اسمة العدل وفرصة أخيرة. سر قوته في عينيه اللي بتقول كل حاجة وبتوصل الإحساس من غير حتى ما يتكلم. النهاردة منورني ومشرفني يا شباب الجيل الممثل الشاب ياسين مراد. ياسينو، ايه الحلاوه دي؟ انت ايه الحلاوة ايه دي؟ الحلاوه دي والله. ايه رأيك؟ تحفه. ايه رأيك في تحفة. المقدمة؟ لا مقدمه وصفتك بصراحه. صح؟ لا يعني والعين دي بالذات كمان لعبتي عليها حلو قوي. صح؟ انتوا ازاي بتبقوا جاهزين كده قدام الكاميرا؟ انتوا آه، جيل مستعد ان هو يصور من غير ما يبقى قلقان، من غير ما يبقى متوتر، من غير ما يبقى خايف من الكاميرا. حتى خوفكم من الممثل الكبير اللي قدامكم انا ما شفتوش. انتوا يعني قوارب كده ازاي؟ يمكن دي بسبب الورش وبسبب الحاجات اللي احنا خدناها اللي ظهرت في جيلنا نوعا ما، هي دي اللي اهلتنا شويه ان احنا نعرف نقف قدام الكاميرا. الورش، وانتوا كمان جيل مولود في ايديكم كاميرا، يعني في ايديكم موبايل بكاميرا، حصل فعلا. بتتصوروا طول الوقت. مم. كبرتوا شوية، ظهرت السوشيال ميديا، بقيتوا بتصوروا صور علشان خاطر الانستجرام، فيديو عشان خاطر التيك توك وعلشان خاطر اليوتيوب. فبالنسبة لكم اعتقد التصوير ما عادي، سهل. مش مم. خايفين. احنا كنا لما نتصور في فرح والراجل ماشي وماشي بالكاميرا بالكاميرا كده ويزوم بقى على ويزوم الوش على الناس كده. واحنا أيوة. في البوفيه، يعني واخد أيوة. بالك؟ بنتوتر جدا. لكن انتوا يعني مش تقعدوا لكم كده 18 سنة عقبال ما لا الموضوع كان تاخدوا اسهل من خبرة؟ كده. الخبرة من أول يوم. مم. عايزين بقى إيه، نرجع كده مرشدير، هترجع بالعربية ورا هرجع كده شويه. أيوة. كده. وعايزين بقى نعرف ياسين الطفل اللي في المدرسة في ابتدائي مم. كان شكله عامل إزاي؟ انا كنت اسمراني. إيه ده؟ اصلا يعني كان كنت أسمراني. كنت مسمر كده وإيه يا شويه. ابني اللي بيضك؟ يعني ما اعرفش، مش عارف، المفروض اسمر على كبر بسبب الشمس، بس مثلا. مش عارف بقى ايه اللي حصل. وبعدين تنمر. لا ما كانش فيه تنمر، بس كان فيه تنمر على حاجه تانية. مهم. ان ماما كانت بتخلينا احنا التلاتة تنزلنا عند الحلاق كده اسطمبه واحده. التلاتة انت انا واخواتك؟ واخواتي اوكي، انت اسطمبة اخواتك ايه، بنات واحدة. ولا اولاد؟ لا اولاد. عند الحلاق. عند أنا الحلاق. آسفة يا ايوه. جماعة. قال عند الحلاق. عند الحلاق. ايوه. ايوه كنا بنحلق اسطمبه واحده كده على درجه 2. اها. فهو ده بقى زي اللي كده كان رضا. ايوه زي كده رضا نبيت بالظبط. قبرصي حايله هايله سواعك. سواعك هو ده. كنا مم. ننزل نترصص كده واحنا التلاتة نبقى نفس الحلقه، فاحنا التلاتة في المدرسه بنبقى مميزين بقى. اوكي. احنا التلاتة بيفتكروكوا توأم. يعني مهم. ما انا واخويا عندي اخ تاني هو قريب مني قوي، شبهي قوي، مهم. فكانوا يفتكرون ان انا هو اللي توأم واخويا التالت ده كنت شاي مش ياسين؟ تبعنا. كنت يعني تعمل شويه. ايه، من العيال اللي بتمشي على الحيط؟ لا يعني كنت ببوظ حاجات في المدرسه، اها. ببوظ حاجات في البيت. استدعاء ولي امر؟ ما حصليش غير مره واحده في حياتي. وانت في ابتدائي ولا اعدادي؟ لا وانا في ابتدائي، وكانت كارثه اليوم ده. بادي الصياعه من بدري من وهو في ابتدائي. ايه بقى كنت تعمل ايه؟ او الاستدعاء عملت جالي ايه ازاي بقى؟ يعني؟ الاستدعاء ده كان تحديدا لايه؟ الاستدعاء ده جالي انا كنت المدرسه كانت مدرسه حكومه، كنت اول مره ادخل مدرسه حكومه. مهم. فالارض بقى كانت رمله وزلط وحاجات زي دي. مهم. وكان البنات والولاد معايا في نفس الفصل. مهم. كنا المدرسه اللي أنا كنت فيها كانت بنات لوحدها وولاد لوحدها، فدي كانت اول سنه، كانت 5 ابتدائي، مهم. البنات والولاد في نفس الفصل. أوكي. فانا كنت علشان ما كنت بقى التليفون بيتاخد مني وكنت مسالم جدا. شوف التليفون في الفصل. ايوه والله. التليفون في المدرسه كان حته تليفون نوكيا كده صغير كده صغير. آه. فكنت عايز اعمل علاقات بقى، فبدات بقى إن علاقات أنا من 5 ابتدائي؟ من 5 ده ابتدائي. بادي بدري قوي. ايوه. آه. عشان اظبط نفسي بقى، ما انا كده بقى هيمسكوني في المدرسه مش هيحلوني. مهم. فبدات اعمل علاقات بقى، فتعرفت على بنات وتعرفت على اولاد والدنيا ظبطت كده. ففي واحده صاحبتي انا وهي في اليوم ده كنا بنلعب في الحوش بعد ما خلصنا، بنحدف على بعض طوب. حبايبي. فانا حبايبي. فانا اللي كان طبعا يا ليا ولاد ما نعملش زي خالص، ياسين اوعى نعمل وصاحبته. كده، مستحيل تعملوا كده، اوعى تعملوا كده. فالمفروض ان انا عندي واحد صاحبي ليه اخ صغير اسمه ياسين، فهو كان بيحبني قوي. عايزه اقول لك جين زي 3/4 ياسين. بس انا نادرا لما بلاقي ياسين لحد دلوقتي. بسمع ان في ياسين، بس نادرا لما بلاقي لا حد انتوا دفعه ياسين وعبد اتعرف الرحمن معاه. يعني ياسين وعبد الرحمن. كل جيلك ياسين وعبد طب الرحمن. انا شايف ان عمر واحمد ومحمد لسه مكتسحين السوق يعني لحد دول جنب دلوقتي. ياسين وعبد الرحمن كده لسه وسنيده. مكتسحين. بس فهو احنا كنا قاعدين انا وهي بنهزر مع بعض، فهو يا عيني افتكرها ان هي بتضربني بالطوبه وبتحدف عليا طوبه، تمام. فهو بيجري بقى عشان يحوش عني الطوبه. مهم.
بس فرحة الطوبة جت في قورته من هنا كده اتفتحت، فراح صباح الواد الفل. صباح الخير بقى نزل على اه ايدي كده سايح في دمه. هي طلعت جريت. قتلت جريمة اه قتل في خمسة والله ابتدائي. انا مرعوب بقى، انا مرعوب تماما، انا مرعوب خالص. آه. ولقيت بقى مامته جايه والمدرسين جايين وكل حاجه، وانا هو على ايدي كده مليان دم بقى. مهم. بس جالي استدعاء ولي امر، ما طبعا اعرفش ان هو انت بيتقطع. رفدت ايه اسبوع ما اترفدش، لا استدعاء ولي امر. بس. انا ما اعرفش بقى ان في ابديت جديد بقى للمدارس مم. للشباب اللي في مم. المجتمع ده، ان جواب الاستدعاء ولي الامر ده بيتقطع. اه انا ما اعرفش بقى الموضوع ده، انا فاكر اه جواب الاستدعاء ولي امر يعني انا لازم اروح واجيب ماما، مهم. وكان يوم عيد ميلادي. رحت مقطعه ما قطعتوش، عملت ايه؟ رحت لماما يوم عيد ميلادي اي باستدعاء ولي الامر، ها. وكانت انا حاجه جايب لك صعبه. يا الهديه يوم جايب لهوي، هديتي يا معاك. لهوي والله كان يوم صعب، وزعيق بقى اتعلقت ولا اتكهربت ولا عملوا فيك ايه؟ لا لا، هي قعدت بصراحه مخصماني مثلا بتاع ساعتين كده، وبعد كده بقى خدتني ونزلنا خرجنا عشان عيد ميلادي، ما رضيتش والنبي دي ست تبوظ اليوم على. طيبه، ايوه دي ست طيبه وكيوت. ايوه فعلا. بس ده كان اول استدعاء ولي امر. تاني واحد جالي في اعدادي بس قطعته. كنت بتحب تتفرج على افلام ومسلسلات وانت في السن ده؟ ابتدائي يعني من اول 6 ابتدائي كده بدات اتفرج. انا من وانا صغير بتفرج آه. وبحب اتفرج على التلفزيون، بس من 6 ابتدائي كده بدات احب اللي بيحصل جوه، مهم. كان ايه اللي الفيلم بيحصل. اللي كنت بتحب تتفرج عليه وكل ما يجي في التلفزيون، او لو بتتفرج عليه على اي منصة؟ كان في منصة وقتها؟ لا تقريبا لا ما كانش فيه لسه منصه. لسه. من الافلام كنت بحب فيلم الشبح قوي امم قوي، بحب الفنان احمد فيلم عز. طبعا استاذ احمد عز كنت بحبه قوي، وبحب الفيلم جدا. اه والموسيقى بقى اللي اللي هي هو ولانا ساسبنس جوه، يا لهوي لحد النهارده بسمعها الاغنيه دي والاغنية تحفة. جدا. امم اغنيه تحفه. بس فهو ده الفيلم بقى اللي انا بصراحه كان معلق معايا لحد اعدادي كده. امم بس تقريبا هو ده الفيلم الوحيد اللي انا كان البدايه معايا. امم انا بقى بحب انتوا بتعملوا ايه بقى يا جماعه، انتوا الكاميرا بتصور كده ازاي، وانتوا بتعيطوا مرتين ازاي، انتوا بجد ازاي حقيقيين كده. ده كده وانت في ابتدائي؟ وانا بين اول اعدادي كده بالظبط، عند اولى اعدادي كده بالظبط. أها. بس كنت بلعب كوره بقى، وكنت بعشق بقى اهلاوي ولا التلفزيون. زملكاوي؟ اهلاوي. حبيب قلبي. ايوه حبيب احلى قلبي. حاجه هو ايوه ده. كده. كان نفسي اجي هو لابسه ده. احمر بس المره الجايه وانا ان شاء والله، بس انا قلت عشان الديكور بقى هيبوظ الدنيا. الله. بس قعدت فتره بتلعب كوره؟ قعدت 4 سنين بلعب كوره. مهم. العب سنين، وبدات برضو باكاديميات، وبعد كده قعدت العب في نوادي. لعبت في انبي، وقعدت مثلا بتاع 4 شهور في انبي، وبعد كده رجعت العب تاني في الفرقه اللي كنت بلعب فيها، كان مم. اسمها ناشئين مصر. مهم. كنا بنلعب في دوري القطاعات باسم فرقه كده معينه في الدوري. بس قعدت 4 سنين بلعب كوره. لو انت دلوقتي بتتفرج، يعني تحب تتفرج على افلام قديمه او مسلسلات قديمه، هترجع بقى تتفرج على جيل الثمانينات والتسعينات عادل امام ومحمود عبد العزيز، ولا هتبقى عايز تتفرج على الجيل اللي هو كان في اوائل الالفينات، كريم عبد العزيز، احمد عز، احمد حلمي؟ تروح لاني اتجاه لاني حته مش عارف، بس ممكن يعني انا بصراحه اتفرجت على الاتنين، بس بدات بجيل الالفينات الاول. اوكي. وبعد بقى ما خدت بقى فيدباك عن الموضوع بقى وقد ايه التمثيل ده عالم، بدات اتفرج بقى على جيل استاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه، مهم. استاذ عادل امام. اتفرجت لمحمود عبد العزيز على ايه؟ على الكتكات. ايوه اتفرجت على الكتكات. الكتكات الكيف العار دول كده هما تك الاسطمبة تك مع بعض، تك. هما الثلاثه الاسطمبة مع بعض. بالظبط. ومن حاجات بقى الغريبه الله يرحمه استاذ محمود عبد العزيز، بالنسبه لي الادوار الايقونيه ابراهيم مهم. الابيض، عبد طبعا. الملك زرزور ده. وشفت الميكس ان هو ميجا ستار زيه، ان هو يتعاون في الوقت دوت مع احمد السقا، مم. يعني وان اسم احمد السقا هو اللي يتكتب الاول، ده طبعا جيل بيعلمنا طبعا. ازاي ان هو بيساند الاجيال اللي اصغر منه، مم. وان هو صح ان هو يظهر معاه، ما يبقى يفضلش طول عمره هو البطل الاوحد. استاذ بقى، كان استاذ بقى، ودي المينتاليتي بتاعت الميجا ستار فعلا. مهم. هي دي وظهر معاه محمود ياسين في محمود الجزيرة. ياسين في الجزيرة. فلا يعني. ونور الشريف مع احمد عز في مسجون ترانزيت. آه. بالظبط. فلا هم ما قالوش ان هم يبقوا الابطال اللي لوحدهم في الفيلم، لا يبقى معاهم بطل تاني يعني. ناس عظيمة برضو يعني، دول أساتذة بيفكروا تفكير غير اللي احنا بنفكر بيه بقى دلوقتي. اتكلمت عن الورش، عايزاك بقى تحكي لي قصة الورش دي. انت
يعني حضرت كده ورشة أو خدت رحت ورش طبعا. ورشة تمثيل، احكي لي التجربة دي عاملة ازاي؟ التجربة هي هو بيبقى اكتنج كوتش على حسب، ممكن يبقى ممثل وممكن مم. يبقى مش ممثل بس عنده مهنة التدريس بتاع التمثيل. مهم. واغلبية الاكتنج كوتش اللي انا شفتهم هم بيحبوا يدرسوا التمثيل اكتر ما يشتغلوا. مم. فانا لما دخلت يدرسوا ما يمثلوش. هم اوريدي بيمثلوا، بس أوكي. هو بالنسبة لهم دراسة التمثيل دي حاجة كده. تدريس التمثيل. تدريس التمثيل نفسه، لان هي حاجة مش اي حد مم. يعملها. لان تخيلي بقى انت قدامك 15 واحد، مم. انت عايزة تطلعي منهم حاجة، هم مم. جايين يستفادوا ويتعلموا. مم. فلما رحت كنت اول اكتنج كوتش اتعاملت معاه كان اسمه محمد نجار. محمد أوكي. النجار ده خطير. مهم. رحت له بقى زي ما تقولي كده وردة مغمضة، خرجني وردة مفتحة. وردة مفتحة. ايوه فتحت خرجني على وردة ايده. مفتحة. هو ده بصراحة احساس بقى ان انا عندي صلاحيات اعمل حاجة انا ما كنتش اعرف عنها اصلا. ما كنتش اعرف ان انا طبيعي احنا كمان ادمين بنحس، مم. بس ما كنتش اعرف ان انا ممكن اقول الجملة دي بكذا احساس ويبقى مم. متصدق. مم. بس والتكنيكس بقى اللي هم بيدرسوها لبعض هناك هي دي اللي كانت خطيرة جدا بالنسبة لي. حسيت ان انا في عالم كده غريب. مم. ليا صلاحيات اعمل اللي انا عايزه، العب براحتي، اعمل واحد شعبي، مم. اعمل واحد نيرد، مم. اعمل واحد عنده نفوذ خطيرة، مم. العب براحتي واقعد مهم. اغير بقى. فكان بالنسبة لي دي تجربة تحفة. ايه الحاجة اللي اتطورت بعد الورشة فيك او في ادائك كممثل، وايه الحاجة اللي اكتشفت انها كانت غلط وتقالك لا ما تعملهاش خالص؟ اللي, الحاجة اللي اتطورتها الاول. اللي طورتها الاول، اه. انا كان عندي حركة كده كنت بعملها، بقعد اعمل كده وانا بتكلم اوكي، وانت في اني احساس؟ في اي احساس، في طبيعتي انا كياسين. اها. في طبيعتي انا دايما وانا بتكلم ما كنتش بتكلم زي ما انا بتكلم دلوقتي وهادي، اوكي. لا كنت كل جمله راسك اقعد اعمل بتلعب. كده. راسي بتلعب. اه. فدي كانت مبوظاني قوي، مهم. كانت مدمره حاجات كتير. فبرضو حد هناك في تركواز يعني اسمه ايمن فاروق، ده برضو استاذ ليه فضل عليا مهم. غبي يعني. مهم. آه، غبي يا بدأ جماعة يساعدني. يعني غبي جدا. يعني جدا يعني غبي قوي. يعني جدا، اوعوا تفتكروا ان لا 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 غبي لا حاجة كلمة قوي يعني وحشة. مصطلحات جينزي بقى. ايوه هي دي، ما هناخد من ده كتير بقى. هو ده. فبصراحة هو الحاجات دي من الحاجات اللي هو اشتغل معايا عليها. حركة راسي، رياكشنات وشي، مهم. الحاجات اللي زي يعني كده حركة راسك دي قالك تبطلها تماما؟ لازم تبطلها. طب ايه الحاجة الكويسة اللي قالك تنميها تطورها؟ الإحساس. مم. الإحساس ده اللي مم. كنت لازم ألعب عليه قوي، علشان في التمثيل في مدارس كتير. مهم. فمثلا مدرسة مايزنر هي بتلعب على المشاعر بس، مم. فدي اللي أنا كنت محتاج أطور منه. قد إيه أنا لازم أقول، قد إيه لازم أبقى حقيقي، وقد إيه لازم الكلام يطلع من هنا. مم. ممكن انا امثل الكلام وانتي بالنسبه لك تشوفي ولا اي حاجه، مهم. ايه يعني انتي مش حاسه اي حاجه حرفيا. ممكن اعيط وانتي مش مصدقاني. مهم. فهو ده اللي انا اشتغلت عليه، ان انا اطور منه، من احساسك. من احساسي. أها. ان كل ما بقى اطور اكتر كل ما بقى متصدق اكتر. وبالذات ان الكاميرا صعب تصدق لو انا لو انت كداب. كداب. أها. صعب تصدقني، لازم ابقى حقيقي 100% عشان الكاميرا تصدقني، عشان المشاهد اللي قاعد ورا الكاميرا يصدق. ايه اللي بيميز جيل جين زي عن بقية الأجيال اللي قبله؟ يعني لو جينا اتكلمنا عن الجيل اللي قبلك على طول، فأنا هتكلم عن أحمد مالك مم. وطه دسوقي، دول اللي قبليك اللي هم أصلا مواليد التسعينات. مواليد التسعينات. واللي قبله واللي قبله واللي قبله. جين زي في مجال التمثيل انتوا بتتميزوا بإيه؟ مختلفين في إيه؟ السوشيال ميديا اوكي. 100%، اوكي. والورش والفرص اللي بقت اسهل دلوقتي. يعني احنا جيلنا احنا مم. محظوظين ان احنا الفرص عندنا اسهل شويه. من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان عندنا ورش، مهم. عندنا فرق مسرحيه مستقله لوحدها كده. مهم. زمان كان هو الجامعه، مم. الممثل لازم يدخل فرقه المسرح بتاعه الجامعه او يطلع يدرس تمثيل بره مصر. انت في جامعة ايه؟ انا في اكاديميه الشروق. في أكاديمية الشروق. وايه اه التخصص بتاعك؟ بدرس كمبيوتر ساينس. ومثلت بقى في مسرح الجامعة وكده؟ كل ما الأجيال مسكتش اللي كل هي قبل الاجيال. كده يقولك أنا أول حاجة مسرح مسرح الجامعة. انا لحد جينزي هم مختلفين. ايوه مفيش مسرح مفيش جامعة. مسرح جامعه. انا لحد تالتة ما كنتش ورش. اعرف ان الجامعه عندي فيها مسرح اصلا. أها. لحد سنه تالتة ما كنتش اعرف ان الجامعه عندي فيها مسرح. مهم. بس مش عارف بقى، لو كنت عارف كنت دخلت المسرح بتاع الجامعه، بس كنت اكيد دخلت. في جامعات تانية المسرح بتاعها يعني موضوع التمثيل ده فيه نشط جدا، زي مثلا الجي يو سي. مسرح جي يو سي طبعا. لا في ولاد كتير جدا خرجوا ستاند اب كوميديان منه.
والكليات، كلية تجارة اه وحقوق وعين شمس برضو ما زالت طبعا. بتطلع ناس من أهم الفرق المسرحية بتاعت الجامعات. مهم. طيب عايزين بقى نروح لتجربتين من أهم التجارب بقى اللي انت مريت بيها. مم. تجربة اسمة العدل وتجربة فرصة أخيرة. هتكلم مم. الأول عن اسمة العدل. انت جالك الدور ازاي؟ مين رشحك؟ جالي الدور ازاي؟ انا اللي رشحني احمد تمام، كاستنج دايركتور تركواز، هو اللي اوكي، يعني رشحني. تركواز دي ورشة دي التمثيل ورشة اللي انت، تمثيل اللي انا دخلت اتعلمت فيها تمثيل واترشحت عن يعني طريقها. هم كمان فادوكوا في مجال الشغل، طبعا. يدربوكوا ويشغلوكوا. وشغلونا. يا حلاوة، ايه الجمال ده! بس هو جالي كان في يوم بالليل كده مم. ايمن فاروق مم. وواحد اسمه كومبو ابو مم. العلا، هما الاتنين موجودين في المكتب، هما اللي بيرشحوا. مهم. فهو كومبو كلمني بالليل الساعة 2، بعت لي مشهد، مهم. قال لي كومبو ده متكامل في كل حاجة، متكامل كامل جدا الكمال جدا الكامل. بقى. ابو العيلة ده اه خطير. شوف، انا حسيت ان ايوه. كومبو ده ان هو يعني الشخصية دي خطير. متكاملة. ها. فهو كلمني وبعت لي الورق. مم. كان الساعة 12 بالليل كده، قال لي عايزك تيجي لي بكرة الساعة 2 مهم. حافظ المشهد ده. مهم. كان اني مشهد تحديدا؟ كان المشهد، لا هو مشهد اتشال. مهم. هو كان مشهد كنت قاعد طب بكلم افتكروا. المشهد كنت قاعد بكلم دنيا ماهر، اوكي، اللي هي اللي والدتك هي رباب. والدتي رباب، كانت اه. قاعده بتكلم اختي اللي هي لبنى. اها. قاعده بيتكلموا وانا قاعد حاطط السماعات في ودني، فبتقول لي انت مش سامعني ولا ايه وعامل نفسك عبيط؟ برد اقول لها لا مم. مش عامل نفسي عبيط، على القصه ان هي ايه بتتهم ان عمتي هي اللي سرقت اللي هي امان العاصي سرقت الحاجه، مم. سرقت الذهب. مم. فهو المشهد كان كده، قعدت احفظه. بصراحه هو المشهد كان بتاع 3 4 جمل، مم. حفظته ورحت عملت الاوديشن. انا في الاول كانت عندي مشكله مع الاوديشنز، بقلق موت بقى، خايف ما انا موت كنت عايزه اقول بقى. لك، اول ما جالك بقى ان انت ايه ده انا هروح امثل في مسلسل يا ليله سودا يا ولاد، ولا اه عادي؟ لا لا ولا لا، يا ما ايه يعني، ما شاممني حاجه؟ لا طبعا انا كنت مرعوب رعب. رعب، او بالنسبه لي اصلا الاوديشن اها. اصعب من ان انا واقف في اللوكيشن. الاوديشن ده عشان يختاروك او فكره ان يقولوا ده انا ينفع في الدور او لا. كان اوكي. الموضوع بالنسبه لي صعب قوي. اها. فرحت فعملت الاوديشن، طبعا ما عملتوش من اول مره احسن حاجه يعني، بس مهم. كتر خيره ايمن فاروق بقى هو اللي وقف معايا كده اها. اول وتاني مره. اداك كده اداني تريكات. اداني زقه هو، بس ايه يعني هو كسر لي الرهبه بتاعت ان هو بيعمل لي اوديشن وان انا مم. مترشح ودور ومش عارف ايه وبتاع. مم. وانا كنتش عارف اصلا الدور، يعني انا رايح هو الورق مبعوت لي، انا ما اعرفش ايه الدور، ما اعرفش مين رباب اللي قدامي، ما اعرفش مين مم. الممثله، ما اعرفش اي حاجه. مهم. عملت الاوديشن وخدت بعضي وروحت. عدى بالظبط 3 ايام ولقيته بيكلمني ايمن فاروق برضو، بيقول لي المخرج عايز يشوفك، استاذ احمد مهم. خالد مهم. عايز يشوفك، واحفظ نفس المشهد وراجع عليه كويس عشان انت هتعمل اوديشن قدامه. مهم. حفظت نفس المشهد ورحت له بعد كده تاني يوم. دخلت قابلت استاذ احمد خالد، يعني في قمه اللذاذه يا استاذ احمد خالد بصراحه. مهم. قعدت معاه عملت الاوديشن قدامه، وبعد كده بقى قعدنا نتكلم انت بتعمل ايه، انت ايه المواهب اللي عندك، كذا مهم. كذا كذا. خلصنا وروحت، عدى اسبوع وبعد كده لقيت ابو العيله بقى بيكلمني بيقول لي مبروك عليك الدور. فكان بالنسبه لي فرحه. فرحه. قعدت اولا اسبوعين في توتر بقى من المكالمات، وهل انت في الدور ولا لا انت مش في الدور، مم. وبالنسبه لي ده كان اول حاجه اعملها. فاول بقى ما قال لي مبروك عليك الدور، هو قال لي هبعت لك الورق تشوفه. اول هتبدأ ما بعت لي مذاكرة. الورق على فكرة اه مبروك عليك الدور ده، يعني انا هبدأ هتبدا اذاكر، هتبدا بقى، بقى هتبدا تذاكر وهتبدا هتبدا في اللي انت حاولت تسعى له بقالك حبه. عايزة اتكلم عن مشهدين مهمين جدا جدا مم. في المسلسل ده. مشهد ما بين خالد، خلينا نقول مش ما بينك، ما بين مم. خالد وما خالد. بين والدته اللي هي الفنانة دنيا دنيا ماهر ماهر. رباب، وهو بيعاتبها وهو بيلومها وهو مش مصدق ان ابوه يعمل كده، انه يسرق. انتوا جيل شايف ان انتوا تقدروا عادي ان انتوا تواجهوا اهاليكم، ولا لا ما بتقدروش ان انتوا تواجهوا اهاليكم، او في بعض الشباب ما بيقدروش يواجهوا اهاليهم وانت اتكلمت بلسانهم؟ لا انا شايف ان احنا في الجيل ده في ناس بتعرف تواجه اهاليهم جدا فوق ما احنا متخيلين، بس وفي ناس بأدب. بتخاف نواجه طبعا بس بأدب بأدب. واحترام عشان انا ما اروحش. ايوه. أيوة. وفي ناس بتخاف. في انت ناس اتكلمت بتخاف بقى بلسان الناس اللي اللي بتخاف. بتخاف. امم. يعني انا لما فكرت في المشهد، ولما كانت مذاكرتي عن طريقة ان خالد من النوع اللي بيخاف امم. يواجه اهله. امم. هو شايف ان ابوه اعظم راجل في الدنيا،
وان مامته هو احسن. كان مش مصدق، طبعا. قال لها قولي لي ان هم بيكذبوا، قولي لي ان هم بيكذبوا، معقول بابا سرق؟ وهي قالت له احنا بنعمل كل ده علشان مصلحتك، علشان مصلحتكم. احنا طول ليل ونهار بنفكر في مصلحتك انت ولبنى. يعني في بعض الاهالي بيبقوا مفكرين ان طريقتهم في معاملة عيالهم ان ده الصح وان ده لمصلحتهم، وهم بيدمروهم نفسيا. بيبوظوا الدنيا خالص. مم. فلما لما جالك المشهد ده بقى السكريبت بقى السكريبت كده جالك وقريت المشهد ده، حسيت بايه؟ قلت ايه انا الكلام عايز اقول لك الجامد على ده؟ حاجه، دول ما كانوش موجودين اصلا في المسلسل اوكي، اساسا، دول اتزودوا. اتزودوا. اتزودوا مع احداث المسلسل. يعني انا في الاول انا ما كنتش انا اعرف بصراحه اصلا. رباب زودتها أوي. رباب كانت مفتريه، يعني هي كانت لازم تفقد ابنها يعني علشان تفوق لنفسها. هما الاثنين كان طب لازم ده والله يحصل. العظيم يا ياسين ان في مشهد لما هي اتريقت على سلفتها انها مش بتخلف، انا مش عارفه ليه كده وانا بتفرج حسيت ان يا انت مش انت حبيبي يعني أيوة، خالد او لبنى واحد فيهم هيموت. قلت اكيد المؤلف او توقعت يعني توقع مشاهد ان علشان نوري ان الستات اللي بتعمل كده هم قد ايه ممكن يتأذوا في عيالهم. طبعا هي كانت محطوطه صح، يعني هي من المؤلف، هي مقصوده عشان المشاهد يفهمها كده. شايف ان رباب وكرم يعني اساءوا التعامل مع اولادهم واخطاوا في تربيتهم؟ ايه الاخطاء اللي كانوا بيغلطوها وهم بيربوا عيالهم؟ ما كانوش بيسمعوهم، ما كانوش بيديهم مش اهتمامات حاطينهم في الحسبان خالص، مش موجودين عندهم هم مجوش. السحله بتاعت الدنيا بتاعتهم. وولادي دول اخر حاجه. بس احنا بنعمل كده عشان مصلحتكم. مش دايما بتعملوا كده عشان مصلحتنا. انتوا بتقولوا انكم بتعملوا كده، بس في بصراحه بيعملوا كده عشان هي كانت المصلحة. بتقول كده رباب، هي رباب كانت بتقول يا كده حبيبي بقى، ليل نهار بنفكر في مصلحتك انت ولبنى، وفي الاخر ولا اي حاجه. لا بس انا شايف ان هم هي الفكره، هي المصلحه مش ان هو فلوس وهات وخد وعايز عربيه، عايز كذا عايز كذا. لا، اوقات بحس ان احنا كشباب، يعني انا مثلا خالد هو كان عايز ابوه يسمعه، يتكلم معاه. كنت مرة عايز تروح معاه الشغل وتروح تسافر معاه اسكندرية، مرضاش. العربية كنت عايز تجيب عربية. كنت عايز اجيب عربية. الابات ما بترضاش تجيب من لعيال حق أجيب عربيات ليه؟ من حق اجيب عربية. بالظبط. بس هو راح لجده. انا رحت بقى، هو خالد بقى راح لجده عشان يطلب منه العربية وهيجيبها له بالظبط. بس هو ما لحقش. للاسف كان نفسه يسوق العربية. المشهد اللي ما بينك وما بين كرم ابوك، يعني المواجهه بقى على فكره بتبقى ما بين، يعني عادي ان الولد ممكن ان هو شويه صوته يعلى على مامته يواجهها يكلمها، بس عشان يواجه ابوه بالكلام الجامد اللي انت قلته ده. انا عمري ما هبقى زيك انت وخالي، انا هبقى اخ بجد لاختي لبنى. بص الجمله اصلا وانا بقولها عنها دمعت. انت وانت بتقرا السكريبت ايه؟ كان عيطت؟ حسيت ان لا، انا قريت ذاكرت المشهد ده قبل ميعاد تصويره بمثلا 3 اسابيع. ما كنتش بعمل حاجه ان انا بذاكر المشهد ده بس، وكل مره كنت بذاكر المشهد ده كنت بعيط. وانا بقى بحضر التحضير بتاعي انا كياسين، بدخل بقى حاجات في بعض كده والدنيا عندي فجأة ايه بقى بيلمس باظت. عندك في ايه يا ياسين؟ لا لمس في حاجات صعبة قوي. يعني انا مثلا لمس عندي في مش عارف مثلا في ايه. مرة كنت عايز تقول لأهلك حاجة ومعرفتش. كنت عايز اتكلم مثلا مع ابويا في حاجة ومعرفتش، فالفرصة جت، فانا هل هدخل من هنا واقول ده؟ حطيت نفسي الوهلة كده مكان خالد. الموضوع كان صعب. خالد جرأك جدا جدا، بالذات ان انا حطيت نفسي مكانه. لو انا عندي الاب والام دول، انا هتعامل ازاي؟ انا هعمل ايه؟ يعني انا لو مكان خالد هعمل يا جماعه؟ ما الاب والام دول بني ادمين بيغلطوا. هو احيانا بيبقى العيال عندهم فكر ان الاب والام دول ملايكه ما بيغلطوش. لا، على فكره هم بيغلطوا، بس الفكره ان الاب والام ما بيعتذروش. يعني بعض الاباء ساعات دي حاجه جديده احنا يعني بتتطور في الاباء والامهات دلوقتي ان هم يعتذروا لعيالهم. ثقافه ان الاب او الام ممكن انه يقول لابنه او لبنته انا اسف، انا اسفه، انا بني ادم غلط. وده شفناه على فكره في مسلسل لعبه وقلبت بجد. اما احمد زاهر اعتذر لبنته مره والابنه مره، كان حاجه جديده، فكر جديد في تطوير طريقه تعامل الابهات والامهات مع عيالهم. بتشوفها موجوده ولا لسه؟ لا، بشوفها موجوده بصراحه.
باشوفها موجودة، وبالذات في الجيل ده لأ، في حاجات كتير أوي موجودة، حتى في أصلًا أهالي بقوا مقتنعين إن أنا مش هاقدر أعامل جيلنا ده إمم. بالجيل اللي قبلينا، بالطريقة مستحيل، القديمة. طبعًا مستحيل. إمم. ففي أهالي بقوا يسمعوا أكتر، بقوا بقوا يعني إيه، من الآخر يحسسونا بالأمان، علشان نقدر نتكلم ونقدر نقول إذا كان أنا عندي حاجة أو عندي حاجة، ما إمم. أروحش أعمل حاجة من وراهم. فده بقى مؤخرًا موجود، غير زمان بقى اللي هو هي ال الكلمة ما فيش ما بعديها، ما فيش نتنيهاش، بعديها الكلمة دي. بحد السيف زي ما طبعًا. بيقولوا. طيب هنروح بقى لعيال تانية وأبهات وأمهات تانيين، فرصة أخيرة، بس إمم. هو ما كانش أب، هو كان أخ. آه. أنت بتشوف شلة الصحاب العيال دي عاملة إزاي؟ شادي وعمر وخالد، العيال دي بايظة، ضحية، متدلعة، بتشوفهم عاملين إزاي؟ باشوفهم متدلعين، آه. لإن أي حاجة حصلت منهم شاطر أو ياسين، هتحصل أيوه شاطر هي ياسين، دي. استنى أيوه المايك. هي دي. أهم حاجة المايك أيوه بس. أهم حاجة المايك. آه. هي لو هتحصل من نفس الفئة بتاعة شادي وخالد إمم. وعمر، متدلعين، بيتقال لهم على كل حاجة حاضر، بيتقال لهم إمم. على كل حاجة تمام، عايز كذا يالّا، إمم. أنا هاعمل كذا يالّا، براحتك يا حبيبي اعمل اللي أنت إمم. عايزه. فخلاص هو بقى عنده صلاحيات وبقى براحته إمم. ويعمل أي حاجة ومش هَمّه. فالموضوع كل مدى ومدى بيتمادى معاه بقى. إمم. أنا المرة دي مش عارف هاجيب عربية وأروح بيها فين، اهم. أنا بعد كده هاسافر، لأ إمم. ده أنا هاسافر مع صحابي الولاد، لأ ده أنا هاسافر بقى وأجيب بنات إمم. وأعيش بقى إمم. براحتي وكده، كده ما حدش هيغلطني. إمم. بس فأنا شايفهم متدلعين. علشان دايمًا الأخ الكبير اللي كان بيقوم بدوره الفنان الكبير طارق لطفي، بيدافع عن أخوه بطريقة مستفزة، ودايمًا يقول له: "ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش، اوعى تخاف." الواد يعني اتحكم عليه ب7 سنين والّا ب10 سنين مش فاكرة، ويقول له: "ما ما تخافش." تخافش برضه. أنا مش فاهمة إن إحنا نسند عيالنا أو نسند حتى إخواتنا الصغيرين في الغلط، يعني أين حُمرة الخجل؟ يعني يعني إزاي؟ لأ على فكرة هي ليها منظور تاني، آه. لإن هي مش يعني هو طبعًا هي حاجة غلط، بس برضه ده أخوه ومن دمه ومن لحمه، فهو مش هيبيعه. اهم. يعني أنا شايف حتى كأخ، يعني أنا مثلًا لو أخويا عمل كارثة أو مصيبة، أنا إمم. ممكن ما احاسبوش عليها دلوقتي، بس أنا هافضل واقف معاه وجنبه لحد آخر نَفَس حرفيًا، أيوه، بس وبعد كده مش ما نتعاتب بينك بقى. ما بينك وما بينه تقول له اوعى تخاف، لأ ده أنت لازم تقول له يخاف، بالعكس أخاف ما أنا بقى يخاف من إيه. العواقب، عشان يبقى عارف إن اللي عمله ده له عواقب، يعني ضرب واحد صاحبه لازم يبقى عارف إن في عواقب للتصرُّف الغلط ده، أكيد المثل بتاع طارق لطفي ده هو بيدافع عن أخوه من وهو صغير، إمم. فالواد كبر هو عارف إنه مهمًا عمل هو مش هو هيتحاسب، مش هيتحاسب. وما بقاش مُدرك إن الزقة دي ممكن تقتل، طبعًا. هو زق البنت وهو مش مُدرك إن هي ممكن تُقع تتخبط تموت، صح. ليه؟ لإنه ما اتحاسبش ما على اتحاسبش من وهو صغير على الحاجات. ولا حتى فهّمناه إن تصرُّفك ليه عواقب إمم. هتحصل، هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، فبيتمادى. برضه لمّا جالك الscript ده بقى، الscript. الscript آه. ده برضه إيه؟ كان بالنسبة لي كان برضه كان برضه اللي رشّحك كان توركواز. برضه توركواز، وبرضه أيمن فاروق هو اللي كلمني على إمم. الدور، ورُحت إمم. برضه بعت لي الورق، ورُحت عملت الaudition. وبس ده بقى يعني أنا عملت الaudition الساعة 17:00 وهو كلمني الساعة 10:00 قال لي: "مبروك عليك الدور." اهم. فلمّا الورق اتبعت وقريت عن الدور وهو ادّاني طبعًا feedback عن الدور، كان بالنسبة لي بقى إيه ده! إمم. أنا أصلًا ده بعيد تمامًا عن شخصيتي كياسين. أنا ما ليش تمام. دعوة بقى باللي هم عملوه ده. أها. وكنت لسه مخلّص اسمة العدل، فكان خالد بقى الناس اللي كلّها متعاطفة معاه ومات في آخر الحلقة والناس اتأثّرت عيّطتنا عياط، وغلبان عيّطت عياط في الحلقة بتاعة الحادثة دي، مش ممكن. أنا والله اليوم ده أصلًا كان بالنسبة لي كارثة. إمم. اليوم ده كان ميعاد حضوري الساعة 14:00 إمم. وصوّرت المشهد ده الساعة 23:00. اهم. فأنا قاعد طول اليوم عمّال أعيّط بس، لدرجة إن أنا زهقت وقُلت لأ، أنا مش هينفع خلاص لازم أوقّف مذاكرة إمم. عشان يبقى عندي طاقة أخُش جوّه أطلّع حاجة. اهم. بس لكن في فرصة أخيرة بقى كان بالنسبة لي الدور حلو في إيه، هو بقى بيلعب وبيتشقلب اهم. وبراحته وفي جريمة قتل وفي بنت في النُص بيتلعب بتتلعب بيتلعب وسط بيها ما 3 بين شباب ولدين. ما بين إمم. ولدين و3 شباب. إمم. فبالنسبة لي دي كانت جديدة
مهم. انا ما عملتهاش قبل كده، ولا حتى في الشورت موفي اللي انا اشتغلت فيه ما لعبتش كاركتر زي ده، مم. ولا خالد كان كده. فبالنسبه لي قلت لا، شادي عجبني والورق كان حلو ويلا. انت كنت بتعمل 5-6 تعبيرات بوشك في نفس اللحظة، يعني يبقى في لحظة كده انت بتبص للكاميرا، انا شايفة خوف وقلق وشايفة ان انت مش متوقع ايه اللي هيحصل لك في المستقبل، يعني كمية مشاعر كنت مم. بحسها في مشهد واحد او في نظرة واحدة لعينيك، انا كنت بعمل كده وندم. والله العظيم. والله العظيم. وايوه انت خايف وقلقان وندمان، كل ده اه في نفس المشهد او في نفس اللحظه اللي انت بتصور مم. فيها. طيب انت استفدت ايه من التجربتين دول؟ طلعت بايه بعد التجربتين بتاعت فرصه اخيره واسمه العدل؟ طلعت بتجربه الشغلانه نفسها. الصناعه. انا مهما درست في الورش مم. ومهما اشتغلت المسرح، انا مم. اشتغلت برضو المسرح، فمهما عملت كل ده، وقفه اللوكيشن قدام الكاميرا مختلفه تماما. مم. اولا هي كسرت رهبه غريبه. مم. فكره يعني انا كان عندي مشهد في اسمة العدل، اول مشهد ليا في اسمة العدل، انا كنت المفروض داخل عليهم بكوبايه، على دنيا ماهر مم. رباب بكوبايه وبقعد. مم. انا ايدي عماله تعمل كده في اول مشهد بقى، مم. انا بقى ايدي بترعش، فرحت ماسكها بايدي التانية كده، والحمد لله طبعا احنا ان مش الشوط قلنا انت جيل اتعاد. متعود على الكاميرا؟ ايوه ايه، بس برضه متعود على الكاميرا، بس فكره بقى ان في لوكيشن لوكيشن وممثلين وبتاع ليها وممثلين رهبه برضه. ومخرج أها. بقى واقف ومديرين تصوير وكروهات بقى بالهبل، والناس دي كلها واقفه عشان انا هقول جمله. اتكلم. اه وبعد ما بتقول الجمله مين بيقيم ادائك؟ المخرج. بس هو اللي بيقيم ادائك؟ طبعا. ما فيش برنامج AI هو لا اللي مفيش بيقيم الاداء لا لا الحمد ويقول لله مفيش لك برنامج ساقط لا لا، ولا ساقط تعبير منصه وجه ولا ومنص؟ تعبير وجه. هو المخرج بس اللي ليه ان هو عاجبه الحته دي تمام، مش عاجبه طب خلاص أها. هنعيد تاني. بس احنا كنا فين عشان المساعدين. نسيت؟ المساعدين كنا ايه، ما هو في الحته في دي. الحته دي صح. اه المساعدين ما بيجوش المساعدين. يقولوا لك حاجه، لا اعمل كذا، هو بس المخرج ليه الكلمه هو الاولى المخرج اللي ليه والاخيره. الكلمه، وطبعا النجم اللي قدامي. امم. يعني مثلا انا لما مثلت قدام استاذ رشدي الشامي، امم. طبعا استاذ، امم. فكنت قاعد بمثل معاه، برضه هو كان بيقول لي على حاجات كده، تريكات معينه العب عليها. امم. فتمام يعني خلاص، انت قلت لي المعلومتين دول، انا بدات اطبقهم. ممكن دول اللي ليهم صلاحيات ان هم يقولوا لي كلام، طبعا لان هم متمارسين بقالهم سنين في الشغلانه. وغير كده ان المخرج برضه هو عنده نظره معينه وعايز شوت مني معين، هو هياخده يعني هياخده ايا كان بقى، لكن اي حد تاني لا. الفنان الكبير طارق لطفي وميجا ستار محمود حميدة ساعدوكوا بإيه انتوا كشباب صغير؟ استفدتوا منهم ايه؟ مم. كان في حوار داير ورا الكاميرا ما بينكم وما بينهم؟ استاذ محمود حميده ما كانش في حوار دار يعني بيني وبينه ورا الكاميرا، لان اول يوم تصوير ليا كان اول مشهد، كان مشهد التحقيق قدام استاذ محمود حميده. المشهد ده انا عدته مثلا بتاع 5 مرات، كل ما تبص يعني كل ما ببص لعين استاذ محمود حميده بنسى الكلام وكل حاجه بتطير، كل حاجه. ويعني المفروض ان انا في المشهد ده كنت متوتر وباكل في ايدي كده، انا بجد كنت بكسر ايدي بجد. جه طبيعي. المشهد طلع توتر بغض النظر عن المذاكره اللي انا مذاكرها وبغض النظر على المشهد. استاذ محمود حميده قدامي مش عارف تتكلم، مش عارف اتكلم، بتلجم. عملت ايه في نفسك بقى؟ مفيش. المره الاولى والتانية والتالتة، جيت تالت مره كده قعدت اخبط على وشي كده فحسيت بقى ان هو شويه فوق يا هيزهق بقى ابني. مني. فوق بجد. هيزهق بقى مني، يقول لي يا ابني ايه هنفضل قاعدين هنا؟ غير بقى ان احنا كنا بندخل واحد ورا واحد كده، احنا التلاتة، وكل واحد بيقول بقى المشهد بتاعه. فانا في نفس الوقت حسيت ان انا طولت قوي، وده اول يوم تصوير ليا، فانا اول يوم تصوير برضو اتخضيت ان يا انا جوه يا بره. طبعا يا جوه يا بره يا شكرا مع المخرج السلامه. لسه بيقول لي اهلا وسهلا يعني لسه بيقول لي اهلا وسهلا. فاتخضيت بقى، لقيت استاذ محمود حميده في وشي. فطبعا اول مره، تاني مره، تالت مره بقى جبتها على طول، خدتها على طول كده. وكده كده اوريدي انا كنت متوتر، يعني انا كده كده كنت فجت متوتر، طبيعيه. فما كنتش محتاج ان انا اوتر نفسي ولا اي حاجه، طلعت طبيعيه والكلام اترص بالعافيه، كنت هموت والمشهد يخلص. وبعدين بس AI خلاص approved.
الحمد لله المخرج قال لي تمام زي الفل زي الفل. انا حتى خفت اروح اصلا اسلم على استاذ محمود حميده اللي يكون زهق مني، يقول لي بس هو طبعا استاذ عظيم. انا بقى اتعاملت معاه في الايام التصوير التانية في مشهد المحكمه. لا طبعا استاذ محمود حميده احكي لنا كده مدرسه. شويه. لا مدرسه. هو راجل عنده ثقافات غريبه يعني. كان قاعد في مره بيتكلم معانا. مم. لا هو شايف كل حاجه من منظور تالت، من مم. منظور غير اللي احنا شايفينه خالص. مم. فالقعده معاه حرفيا بكميه معلومات مدرسه قويه. بتتعلم منها. هو مم. مدرسه. هو استاذ محمود حميده مم. مدرسه في التمثيل، في الثقافه عموما ايا كان بقى، في طبعا. التمثيل بره مم. التمثيل، في لا في حاجات كتير يعني. حتى انا مهما قعدت اتكلمت مش هقدر مش اقول الكلام هتوفيه اللي هو كان حقه. بيقوله، لان انا آه. اصلا ما كنتش متخيل ان الكلام ده، ان انا ممكن ابص على النقطه دي من المنظور ده، مهم. غير منظور انا كجينزي بقى، وغير منظور انا كشاب عندي 22 سنه خالص. وانت بقى لسه كده بتلمس طرف المية برجلك في الوسط الفني. الوسط الفني صعب قوي. ازاي؟ الفرص اولا، هي الفرص اصعب حاجه، مم. ان تيجي الفرصه واثبت نفسي. مهم. لان كمان الجيل ده في شباب كتير قوي بتمثل، مم. كتير قوي. وكلكم شاطرين. كلهم مم. بصراحه. يعني انا في المسلسل ده اشتغلت مع يوسف وهبي وعمر عمر، مم. الاتنين يوسف وهبي مش مش الممثل طبيعيين. المسرحي يوسف العظيم وهبي الكبير ايوه. ده؟ شاب جميل وكان طالع في معاه في فرصة أخيرة. فرصه اخيره. هو عمر. عمر مم. اباظه. الاتنين دول خطار مم. وممثلين. وكان معانا ممثلين شباب كتير بقى، ماهنور مم. وهانيا ورنا مم. خطاب، وكان معانا ناس كتير قوي في المسلسل. مم. فكل دول شباب من نفس جيلي، وبقالهم كمان يعني يوسف وعمر وهانيا شغالين بقالهم شويه في فترة السوق. قبلك شوية. شغالين قبلي مم. بقالهم حبه. ففكره ان احنا الجيل ده طالع كده، في شباب كتير قوي بتمثل، في شباب كتير قوي قويه. فده سباق رخم مم. وسباق صعب. سباق صعب يعني. مم. ان انا عشان اقدر اثبت نفسي وسط الشباب دي، مم. اقدر اتحط في الحته بتاعت الشباب دي. مم. طبعا في بقى شباب تانية، يوسف رأفت بقى مم. وياسمين العبد. الناس ياسمين دي العبد خلاص بطلة. بطلة. هي مم. من نفس جيلنا، ياسمين العبد وده نفس اللي الجيل. بيميز جيلكم، ان طبعا بقى من جين زي اللي هم لسه طالعين بقوا خلاص نجوم. ابطال طبعا ونجوم. بقوا نجوم. طب بما كويس ان انت جبت سيرة ياسمين العبد، لان انا عايزة اجيب بقى سيرة تجارب البطولة بتاعت الشباب، او تبقى مجموعة شباب هم ابطال عمل، زي مثلا شفناها في ميد تيرم وشفناها في فيلم الحريفة. انت لو هتعمل دور كده فيلم او مسلسل، انت ومجموعة شباب من جين زي اللي انت لسه قايل عليهم دلوقتي، ايه الموضوع اللي تبقى حابب تتكلم فيه؟ لا مش عارف. يعني مش عارف ممكن اتكلم عن ايه المشاكل بتاعت جيلكو، او ايه الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه؟ يعني زي ما شفنا ميد تيرم كان بيتكلم عن الطريقة في التربية الخاطئة او المعاملة الخاطئة اللي بيعملها الاهالي للشباب اللي في الجامعة، فبينتج عنها مشاكل نفسية. سواء نعومي، سواء ياسمين العبد، كلهم، سواء زياد زازا، كلهم كان عندهم مشاكل كده نفسية كانت بسبب الأم النرجسية، الأب الصارم اللي بيضرب. فده موضوع. ده الموضوع. الحريفة مثلا حلم ان انا اوصل وان انا اعمل اللي انا عايزه، وان انا العب كورة وان انا انجح في مجال. يعني انت ممكن ايه الحاجة اللي تبقى بتعبر عن جيلك عايز تتكلم عنها؟ ممكن برضو من ناحية الاهالي. مهم. يعني عايزين مش شوية امان، يعني شوية ثقة اكتر من دي شوية. ايوه، ثقة ان احنا كبرنا بقى خلاص، كل واحد ان بقى عارف العيال هو مالها، بيعمل ايه. العيال حصل فيها ايوه ايه، العيال هي دي. كبرت. العيال كبرت فعلا. العيال كبرت العيال طبعا. كبرت. طبعا لازم يصدقوا ان انتوا كبرتوا طبعا. فممكن بقى تبقى فكرة تشرح فيها ده. وبرضو في عيال بتكبر بس بتبقى مع السلامة. فاحنا بقى عايزين نشرح الحتتين دول، ان برضو في الاول في الاخر حتى لو انا كبرت وليا صلاحية اعمل اللي انا عايزه، فبيتي والبيئة اللي انا طلعت منها هي اللي على حسب سلوكي. انا لو طالع من بيت تمام وكويس والدنيا فيه كويسة، اكيد مش هبقى شخص بقى مجنون وبعمل حاجات غريبة. بس لو البيئة بتاعت البيت اثرت عليا من وانا صغير،
هطلع مبوظ الدنيا. فممكن فكره تشرح مم. الفرق بين اول اي حاجه يعني ولا يهمك. الفرق بين الاهالي دول آه. والاهالي دول، والجيل اللي يطلع ده عامل ازاي وده عامل ازاي، ويواجهوا بعض بقى ازاي. فكره عبثيه كده. ممكن الشباب في جيلك ما يكملوش الجامعه علشان خاطر شايفين ان شغلهم اهم، زي ياسمين العبد ما عملت كده في الحياه، ما امم كملتش دراسه جامعيه وقالت التمثيل دلوقتي في الفترة دي هو الأهم. وشفناه في مسلسل كان اسمه مين قال، مين قال؟ عمله أحمد داش، امم إن هو لا عنده بيزنس وعنده مشروع عايز يعمله، فشايف إن الجامعة دلوقتي هتعطله. أنت إيه رأيك في الفكرة دي؟ انا بصراحه من وجهه نظري انا أيوة، كياسين، من من وجهة وجهه نظرك نظري انا أنت يعني كشاب متفوق، ولا أنت عامل إيه؟ يعني أنت عامل إيه؟ نص عايزين متفوق يعني. نص متفوق. عايزين نقول بس، أخبارك إيه في الدراسة دلوقتي في الجامعة؟ يعني اخر سنه اهي بتخلص. بتخلص سنه بالعافية. رابعه بالزق شويه. أها. يعني هي جايه محشوره في وقت بحاول اثبت فيه نفسي، فبحاول الم الدنيا كده وازقها مع نفسي. بس لو هنتكلم في السؤال اللي انتي قلتي عليه، مم. انا بصراحه بشجعهم. إن هما ما يكملوش. مش ما يكملوش، يعني انت لو قادر يعني تمالتي تاسك بين الاتنين، بين الجامعه والشغل، مهم. اعمل كده. اوكي. اقول لك على حاجه، ها. خد الشهاده ريحهم واعمل اللي انت عايزه. انا برضو بعمل كده. ريحهم. انا بصراحه بعمل كده. يعني اه. انا بعمل كده ليه؟ انا مثلا انا شايف ان انا الشهاده دي، انا مش هشتغل زي مهندس. هم. بس انا في هندسه. انا من وانا صغير عايز ادخل مهندس وعايز ابقى مهندس، ودخلت الجامعه. بس في الخمس سنين بتوع الهندسه دول حسيت ان انا لا، انا مش هقدر ابقى مهندس. مش عشان انا فاشل، هم. فكري مثلا اتغير. هم. شايف ان انا مش هقدر ابقى بنفس الدماغ بتاعت ان انا ابقى مهندس واطلع يبقى بقى بنزل اشتغل في مشاريع وحاجات زي كده. هم. عندي حلم مثلا من وانا صغير، وجات لي الفرصه وانا في جامعه ان انا احققه. ليه هم. ما ابصش للحلم اللي من وانا صغير نفسي يبقى ما اعمله؟ كملش جامعة خالص، خلاص بقى، لا، ما انا ناجح في مش لا، شغلي. يعني في ناس بقى ممكن ما ها. تكملش، وفي ناس تكمل وتاخد الشهاده وتركنها وهم يعيشوا بقى براحتهم. انت انا يا مع سي. الناس اللي انت تاخد الشهاده اديها لماما في انت بتقول البيت. كده علشان في ناس سامعاك لا وشايفاك. لا لا قول لا لا الحقيقة يا ابني. لا لا، الحقيقه انا من الناس اللي انا اخد الشهاده اديها لماما اقول لها اتفضلي الشهاده، انتوا ده الاربع سنين اللي شقيتوا معايا فيهم اتفضلي، وانا بقى ايه سيبيني بقى انا اعيش براحتي. يعني كنت تتمنى انك ما تكملش جامعتك؟ كنت اتمنى. يعني انا كنت اتمنى ان شفت انا ما لفيت اكملش وجبتها. جامعتي. ايوه، كنت اتمنى ان انا ما اكملش الجامعه. بس لا، ما انا برضه هضيع سنين من عمري كده راحت. مم. واخاف برضه اللي انا بسعى فيه وحلمي ايا كان لاي شاب، ما مم. ممكن الواحد مش ضامن برضه هو ماشي فين. ممكن لا قدر الله لا يحصل قدر حاجة في الله موضوع يحصل، التمثيل، ابقى معايا فيبقى معايا شهاده، على شهادة الاقل اعمل يبقى معايا بيها. شهاده اخد بقى مم. في المجال بتاعي، اخد شويه كورسات بقى واعيش بقى في المجال ده، ارجع مم. تاني بقى للدراسه اللي انا درستها. مم. لكن حاسس ان انا لو سبت الجامعه مم. وجيت ركزت في اللي انا ماشي فيه ولا مهم. قدر الله وقعت، هتسوح. غير ان انا اصلا كنت عامل كده. اه. يعني انا كنت في تانية جامعه ها. في اكاديميه الشروق. مم. كنت هسيب الجامعه لان كنت عايز ادخل معهد الفنون المسرحيه. طب وما عملش كده ليه؟ ما انا عملت كده يا ورحت راجل. وبعدين؟ ورحت المعهد ها. وقدمت ودخلت الاختبارات وسقطت. يا حلولة. ما يئستش بقى، انا كنت اه. عايز اقدم تاني. لان حلو. طبعا انا بسمع في المعهد حلو ان من الإصرار. اول مره دي، اه. يعني بنسبه 5% من اول مره ناس مم. بتقدم بعد 3 4 سنين يتقبلوا. فقلت هقدم السنه اللي بعديها تاني. فكنت في سنه كام؟ كنت داخل على تالتة. مم. فكان فكره ان انا اقدم بشهاده الثانوي خلاص بقتش موجوده. دي كانت اخر سنه اقدم بيها بشهاده الثانوي. مم. فقررت ان انا لما اخلص المعهد الاكاديميه الشروق ابقى ادخل معهد فنون مسرحيه. وكتير جدا من الفنانين عملوا كده كلهم بعد يعني ما معظمهم خلصوا. اه اه معظمهم اه. عملوا كده. وبرضه فكره ان انا واحد شاب من الشباب اللي فكرت الوهله ان انا اسيب جامعتي مم. وادخل معهد فنون مسرحيه. وفعلا وكانت مشكله بقى في البيت. مم. كانت مشكله انك طب يا ابني كمل، طب كمل، طب انت هتضيع سنتين من عمرك. مش مشكله. بما ان انت جبت سيرة الاهل في الموضوع ده، عايزة اعرف بقى، اول اما فكرت ان انت تمثل وتاخد ورش وكده، كان اهلك كانوا مع ولا ضد الفكرة؟ هتبقى ممثل بقى وبتاع وكده، ولا لا عملوا بصراحه ايه؟ مم. كانوا مع، يعني خالي. مم. انا خالي دعموك. انا خالي احمد فرغلي هو منتج فني. اه.
فهو اصلا شغال في المجال من زمان. هو اول ما قلت عايز امثل رحت له قلت له انا عايز امثل، افتكرته بقى يقول لي تعالى بقى مم. والجو ده. عمل ايه؟ هو قال لي ادخل معهد، هو اللي كان وقال لك ما سبب. اعرفكش؟ ولا اي حاجه، براحتك بقى مفيش ادخل واسطة؟ المعهد، انزل بقى خد ورش، انزل اعمل اللي انت طب ما عايزه. زقكش زقة؟ لحد دلوقتي ما ادالكش اي كتف كده يعني؟ لحد دلوقتي لا. أها. يعني لحد دلوقتي لا، بس هو سابك. بيساعدني بقى يعني بيساعدني من ورا بقى. يعني هو مهم. بيساعدني بقى بالكلام، بيساعدني بان هو معايا في اي حاجه. انا عايز اعمل كذا يلا، انا مم. عايز اجرب كذا يلا، انا عايز ادخل ورشه قال لي خش مم. الورشه. مم. بكلمه في حاجات معينه باخد فيها رايه وامشي مم. ازاي في الحته دي، ان انا برضو انا لسه صغير لسه والمجال ده نقطه في بتضبش. بحر. طبعا اكلمه اخد رايه في كذا، لا اعمل كذا وما تعملش كذا، لا اتصرف كذا وما تتصرفش كذا. بس فهو بيساعدني من الحته دي. وماما كانت سبورتد معايا جدا، العيله كانت كلها. بتدعمك؟ حتى اخواتي كلهم، يعني ما حدش جه قال لي لا تمثيل، ايه التمثيل ده وما تمثلش. مفيش، مش زي على بالعكس ايامنا. لان انا احنا على مثلت ايامنا مسرح كان وانا صغير. قلم انت بتعمل كده. ايه؟ لان انا بالظبط. وانا صغير مثلت المسرح، مثلت آه. مسرح وانا صغير. فكان بالنسبه لماما خلاص، يعني طب ما خلاص طالما انت شايف ان انت هتلاقي نفسك في لا التمثيل. استنى بقى، استنى نقف عند الحتة دي. يعني ايه ايوه، مثلت مسرح وانت صغير؟ وانا صغير كنت ها؟ في تانية ابتدائي. ما قلتهاش دي ليه واحنا في مرحلة الطفولة؟ ما احنا في مرحله الطفوله نسيت بقى، ما انا الله، بنسى بقى، ما انا عندي مشكله دي ان حاجة انا مهمة ذاكره جدا. سمكه جدا. ايه المسرحية اللي انت مثلتها دي؟ لا هو ما كانش مسرحية، كان عندنا كده في مسابقات في المدرسة. ها. كل فصل بيطلعوا منه 2 3 مم. ويعملوا كده مسرحية صغيرة زي يروحوا سكتش. ايوه يسابقوا بيها في مدارس تانية. يعني اوكي. مدرسة تدخل سباق مع مدرسة اه. وهكذا بقى. اه. بس فعملت مسرحية، كنت طالع بقول والله ما فاكر، كنت بقول جملة كده، كنت بقول لقد وقعنا في الفخ. لا لا ما كنتش لك انا في دماغي. كنت بقول ايه؟ آه. كنت بقعد اقول كان في بطل وبطلة على الخشبة، مم. وانا كنت مخرج، وبطلع اقول لها بقول لك ايه، انت لو عملتي الرياكشن ده تاني انا همشيكي من المسرحيه، مم. طلعوها لي بره. وبرقص بقى وانا بقول الكلام ده. مم. كنت عيل صغير بقى وكان حاجه في منتهى الضحك يعني. أها. بس وبعد كده لما مشيت بقى من المدرسه اللي انا كنت فيها دي، المدرسه التانية اللي رحتها ما كانش فيها مسرح. دي رحتها بقى في اعدادي؟ لا في ابتدائي، لان يعني انت غيرت مدرستين وانت غيرت في ابتدائي؟ مدرستين في ابتدائي. تمام. فالمسرحيه دي كنت في تانية ابتدائي. مم. لما رحت بقى 5 ابتدائي بقى ورابعه ابتدائي ما كانش فيه مسرحيات بقى عندي في المدرسه. مهم. فلما بقى فتحت الموضوع معاهم بقى مع ماما مم. وخاله، طبعا قعدوا يهزروا في الاول، طب انت عايز تمثيل ليه؟ طب انت، قلت لهم يا جماعه طب ما تعالوا جرب، انا حاسس ان انا الهوس بتاع الافلام والفرجه والحاجات دي كلها اللي بتسحلني، مم. حاسس ان انا عندي حاجه عايز اطلعها. مم. فقال لي ادخل المعهد. دخلت المعهد، ما حصلش نصيب. مم. قعدت كده اسبوعين متضايق قوي مم. ان انا ما اتقبلتش. مم. بس بعد كده اقتنعت ان لا، هي من اول مره دي لو انا عفريت تمثيل بقى اتقبل. مهم. فمن ساعتها خدتها تحدي مع نفسي ان انا انزل اخد ورش. ودخلت برضو مسرح، يلا مسرح مع النجم محمد اوتيكا. ياه. فرقه يلا مسرح، أها. النجم محمد ده اوتيكا كنت كان قد ايه عامل ساعتها؟ اخراج. لا ده من سنه. تمام. وايه من التجربة قبل دي؟ اسم احكي لي طلعت. عنها. ده تجربة خطيرة. ايه بقى؟ يعني محمد أوتاكا ده النجم طبعا، محمد أوتاكا عسل طبعا عسل دمه شربات. مش طبيعي. انا فهو انا بشوفه بس كان بضحك. ايوه. لا والقعدة معاه تانية بقى في حتة تانية خالص، أها. بجد في حتة تانية خالص. فهو كان عامل مشروع خاص اسمه مم. يلا مسرح. مم. انا بقى كنت في المشروع ده، مم. دخلت معاه المشروع. هما كانت مسرحيتين كوميدي. مم. مسرحية اسمها جوازة مع إيقاف التنفيذ، ومسرحية اسمها عودة ميدو. اوكي. فالمسرحيتين دول بقى انا كنت دول عامل كوميدي ولا؟ لا لا كوميدي. طبعا. المشروع كله كان كوميدي. طبعا. طبعا ما اوتاكا هيعمل ايه؟ هيعمل كوميدي. ايوه. هيعيطنا. هيعمل كوميدي. مم. فكان المشروع كوميدي. فكنت في المسرحيتين، كنت في عودة ميدو طالع امن ساكت ما بتكلمش بتضرب. على فكرة فرد الأمن ده يطلع منه مشاهد كوميدية جدا. هو بنتضرب بس. وفي جوازة مع إيقاف التنفيذ مم. دي انا كنت عامل دور صعيدي. مم. راجل بنزل كده بقول للراجل اللي موجود، بنزل من المترو. واتدربت على اللهجة الصعيدي. بقول له المترو هيقفل الساعة 12، من بعد 12 عيش، واعمل له كده بقى وادخل تاني. مم. فكانت بالظبط قعدت معاه بتاع 8 شهور. طبعا بقى اتعلمت وقفة المسرح، مم. اتعلمت مواجهة ازاي الجمهور. طبعا مم. اتعلمت ازاي ارتجل، مم. اتعلمت ازاي اعمل فرضية وافتح خيالي بدل ما كان خيالي مقفول. مم. لا افتح خيال. مم. لان اصلا المشروع كله ارتجالي، مفيش ورق اصلا. المشروع مم. ارتجالي، اللي هو كل واحد بنبقى جروب كده، وكل واحد بيبقى عنده فكرة. يلا يا جماعة تعالوا نعمل فردية، طب انت تعمل كذا، طب يلا انت اعمل كذا، طب يلا ونطلع نرتجل ونعمل
فرديه ونبدا ناخد منها نكون مسرحيه. مهم. بس المسرحيتين كانوا كده اصلا، يعني هو اوتاكا هو المسرحيتين كانوا ارتجال، كانت مهم. فكره وهو بنى عليها، ما كانش فيه مهم. ورق. مهم. فبصراحه خدت خبره في المسرح فظيعه. فحاسس بقى دلوقتي ان انا لما اجي اقدم في المعهد انا هيبقى عندي خبره غير لما كنت داخل طبعا ميح. هتنجح المره كنت الجايه، داخل ما يا رب تقلقش يا رب تقلقش يا خلف، هتبقى ناجح يا باذن رب يا الله. رب انجح يا رب. لما بتخلص عمل ووالدتك تتفرج عليه، بتبقى مستني ايه الكلام اللي تسمعه منها؟ هي كلمتني في العملين عيطت. مم. في اول عمل في اسمة العدل مم. انا ما كنتش بتفرج معاهم اصلا، لان اليوم ده كان عندنا تصوير في مم. فرصة اخيرة مم. لما الحلقة نزلت، مهم. فهم اتفرجوا عليها في البيت وانا اتفرجت عليها في الاوردر. اوكي. فلما كلمتني بقى وهي بتعيط، انت هي كانتش تعرف ان انا هموت. مم. فيا نهار اسود، وليه يا ابني كده ومش ليه يا ابني كده وحرام اه عليك وعملت كده ليه. ايوه، احنا كأمهات حاسين ان ده قعدت بقى هيبقى تقول لي بجد. كده قعدت تقول لي كده، وهي بقى عشان متخيله ان ابنها هي بقى مش مدركه ان ده ممثل، ده مم. ياسين ابني عادي. مم. وفي فرصه اخيره كلمتني قالت لي يا ابني هو في ايه، هو انت يا تموت يا تتحبس، طب انت ايه، انت مفيش حاجه انت تانية مجرم. تعملها؟ ايوه انت انا مفيش وانا اي في حاجه 5 تانية. ابتدائي على فكرة فتحت دماغ واحد. ايوه صح. ايوه نرجع للاول، وانا ده في انا 5 ده فاتح فتحت دماغ دماغ صاحبي، واحد. انت ناسيه. فانا من وانا صغير بقى عندي الحته بتاعت الفيلن دي كده. ف... فبس فطبعا لا كفايه ان انا اشوفها اصلا قاعده مبسوطه، يعني بصراحه كان بالنسبه لي في انجاز. كلام بتبقى عايز تسمعه منها؟ عايز تسمع ايه منها؟ آه... يعني لا، يعني بصراحه الكلام اللي انا كنت عايز اسمعه هي قالته لي. قالت لك بصراحه ايه؟ قالت لي قد ايه، يعني هي ما قالتش حاجه غير ان هي حضنتني، مم. والحضن بقى اللي هو بدمعه ده، اها. اللي هو انت ساعتها حسيت بجد ان انا عملت اللي انا كنت صح بسعى يا له. واد، ان انت قلت انك عايز تبقى ممثل. وهي يا واد انت بجد يا ياسين. ايوه هي وصلت معايا ان هو ايه اللي انت نفسك فيه لما حطيته في مم. دماغك وصلت له. ده كان انجاز، انا اتبسطت ان انا نجحت في اللي انا عملته واللي انا بسعى له، مهم. ونجحت ان ما اديتهاش فكره ان هو ايه، طب انت كمالك ومال التمثيل ده، ما شفت طلعت في الاخر مهم. ضيعت وقتك ومستقبلك على الفاضي. لا مهم. اثبتت لها ان انا بجد قدرت وبجد عرفت اعمل كده وبس. والعيله بقى كلها، خالك من كل ضمنهم. خالي بقى. اه. انا برضو بالنسبه لي من الناس اللي كنت عايزه تشوف مم. حاجه خالي، لان خالي هو اللي بيسعى معايا برضو كان من رأيه ايه؟ بدري. آه، يجي منك يا واد. بالظبط قال لي كده قال لي كده لا 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 شغال. قال لي لا شغال، مم. لا لا تنفع يا ياسين. قال لي تنفع. قلت له تنفع بجد جدا. والله. قلت له اه. بس الحمد لله. فدي بالنسبه لي السبورت بتاع اهلي، وطبعا بقى وستي بقى واخواتي مم. وخالتي وعيلتي كلهم كلها بقى، فرحانين بيك. كلهم مش مصدقين. لو شباب كده قدك او اصغر منك بقى اللي هم من ألفة، عايزين يدخلوا المجال ده، تقول لهم ايه؟ يلا ياخدوا بجد بالهم من ايه؟ واوعوا تعملوا ايه؟ اوعوا يستعجلوا، لان انا اتقال لي كده اول ما مم. بدات ان انا ما استعجلش. ما استعجلش خالص، براحتي، وهي الفرصه مكتوبه لي وهتجيلي، انا بس اجتهد واديها حقها. مهم. فهم ما يستعجلوش، ما يبقوش داخلين عايزين يشتغلوا، مم. يبقوا داخلين عايزين نقف قدام كاميرا وخلاص، لان هي مم. بجد رخمه مم. وصعبه. يبقوش عايزين الشهرة. ايوه ما تبقوش عايزين الشهره والشغل على طول. اه. خدوا الخبره الاول وذاكروا كويس وثقفوا نفسكم كويس قوي، لان التمثيل ده بصراحه انا شايفه زي الطب، كل يوم في في حاجه جديده، مذاكرة. كل يوم في حاجه اللي ما جديده. ذاكرتوش في المدرسة يا ايوه عيال هتذاكروه وانتوا هذاكر بتمثلوا. وانا بمثل. فبصراحه لا، يعني لو هو اي حد حاسس ان هو عنده الموهبه وحاسس ان هو عايز يجرب، احنا دلوقتي في بلد عندنا مفيش اكتر من الورش، مفيش اكتر من الفرق بتاعه المسرح، مفيش اكتر من الكاستنج التكنولوجي دايركتور دلوقتي. والتقنيات الحديثة، كل حاجة. 100% التقنيات الحديثة في التصوير، في الإضاءة، في المكياج. طبعا. يعني زمان في أفلام كانت حلوة جدا باظت بسبب طلق ما بيخلص مثلا، حاجة في التصوير ما كانتش مظبوط، الوان مش ميك حلوه، اب، موسيقى تصويريه مش عارف الممثل ايه. كبر فمعمول له ميك اب باين انه فيك، فانت برغم ان الممثل بيمثل حلو قوي لكن انتوا بتمثلوا حلو، لكن مساعدكم كل الحاجات دي مساعدانا فعلا. التطور في الميك اب، التطور التكنولوجي، التصوير، اضاءه. يعني فرصه اخيره كان متصور بطريقه جديده وحديثه جدا. طبعا. تيجي نلعب؟ يلا بينا. يلا. اول بقى فقره معانا، مع ولا ضد؟ ماشي خلاص. مع ولا ضد ان جين زي واخدين فرص اسرع من غيرهم؟ مع.
مع ولا ضد ان السوشيال ميديا بقت اهم من الموهبه؟ ضد. جدع. الواسطه لسه موجوده في الوسط؟ مع ولا ضد؟ خليك دلوقتي حقاني. ضد. وجهة نظر. مع ولا ضد ان الممثل لازم يسيب الدراسة عشان ينجح في مهنته؟ ضد. بجد ولا ده بجد. كلام لا 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 بجد بجد. لخالك ووالدتك؟ لا لا والنبي لا لا بجد قول بجد. الحقيقة. لا لا ضد. طيب، مع ولا ضد البطولة من بدري؟ ضد. مع ولا ضد ان الجمهور بقى قاسي قوي على السوشيال ميديا؟ مع جدا. ده بقوا يعني كلام صعب يعني. في ناس بتقول كلام تحفة بصراحة، وفي ناس هي عندها رأي يحترم طبعا، بعض وبعض، بس مش في ناس كل بتخبط الناس. وخلاص. مع ولا ضد ان الشكل بقى مهم زي الموهبة؟ مع ولا ضد ان النجاح بقى سهل دلوقتي؟ ضد. وانت قلت في الحلقة ان انت ضد ان النجاح، انت قلت النجاح مش سهل في جيلنا. سهل خالص خالص. طيب، اسئلة كده بسرعة، يلا تك تك. يلا. ماشي. ترند ولا موهبة؟ ترند. شهرة بسرعة ولا نجاح ببطء؟ نجاح ببطء. بطولة من بدري ولا ادوار صغننة؟ ادوار صغننة. سوشيال ميديا ولا كاستنج دايركتور؟ كاستنج دايركتور. ورش تمثيل ولا خبرة من اللوكيشن؟ خبرة من اللوكيشن. نقد الجمهور ولا رأي المخرج؟ نقد الجمهور. ولا AI؟ نقد الجمهور. ولا AI نقد ابروف؟ الجمهور. هيقول لك ساقط منصة. لا نقد الجمهور. طيب، تمثل مع نجم كبير ولا تبقى انت النجم؟ امثل مع نجم كبير. حبيب قلبي. طيب، فيلم سينما ولا مسلسل رمضان؟ فيلم سينما. كوميدي ولا تراجيدي؟ كوميدي. انا لسه ما عملتش كوميدي، فعايز اعمل كوميدي صراحة. والله تليق جدا يا ياسين، دمك زي العسل. ربنا يخليك. فلوس ولا قيمة فنية؟ قيمة فنية. يا عم فلوس. قيمة فنية. الألمونيا حلوة برضو. ما هي القيمة الفنية هتجيب الفلوس. بمناسبة الفلوس، طيب الدنيا كده سقسقت؟ لا دلوقتي. ولا لسه ما سقسقتش؟ أيوة. يعني ايه؟ ما انتوا بتعرفوا على فكرة تجيبوا الفلوس يعني. ما هي القيمة الفنية هتجيب الفلوس، لأن كل ما موهبتي كممثل كده تعلى، كل ما الدنيا هتبقى يا ولا. أيوة. يا ولا يا جامد. هي طب ما تبصش للكاميرا كده وعلى جنب. لا يعني هي الموهبة يعني. طيب، انت قلت لي ان انت بتتفرج على افلام الثمانينات والتسعينات واوائل الالفينات. مش مذاكر متمكن قوي يعني. لا. طب تيجي نجرب؟ يلا بينا. يلا. على فكرة هساعدك بالأداء. ماشي اوكي. وانت تقولي بعرف امثل ولا لا. ماشي اتفقنا. يلا. انا هقول لك المشهد وانت تقولي ده من فيلم انا هقول كله غلط يا راجل. ايوه. انت قلت لي بتتفرج على الافلام. انا بتفرج والله، بس مش في يعني البعيد قوي انت كنت بتكذب عليا بقى. لا والله ابدا يا لهوي. طيب ماشي. اسمع لك الافلام بس مش المشاهد. استنى بس عشان ايه الفويس اوفر، عشان هغير من نبرة صوتي دلوقتي. طارق يا ابني، انا زي مامتك الصغننه، انت شخصيتك جميله بس كلها نكت ضعف نكت ضعف نكت ضعف. دي الحاسه السبعه؟ لا مش الحاسه السبعه. مش الحاسه السبعه. تاني كده تاني. طارق يا ابني، وركز في طارق. طارق يا ابني، انت شخصيتك، انا زي مامتك الصغننه، انت شخصيتك جميله بس كلها نكت ضعف نكت ضعف نكت ضعف. ظرف طارق. صح. برافو عليك. استنى معلش يا جماعه، قبل الكلام على اي حاجه، انا واحد لدغه يعني مش باقي على الدنيا. ايوه فاكر. مين؟ سبع البرومبا. أيوة. برافو عليك. توته. طيب، 3 ايام يا عز بكلمك وما بتردش عشان بتحشش. بطل الاسلوب اللي بتستفزني بيه ده يا عز، ورد عليا زي ما بكلمك. اسلوب ايه؟ اسلوب وليه ايه؟ ما عندكش حاجه تانية تقولها لي؟ انا كملت لك المشهد. لا هي كانت ايوه ده مي عز الدين. ايوه، في فيلم ايه؟ عجميستا. لا ما اتفرجش على عجميستا صراحه. طب انا شفت المشهد بس ما شفتش الفيلم. كانت مع خالد ابو النجا. تعرف بقى ان انت في شبه منك في خالد ابو النجا بجد والله. والله شبه على حاجه، انا في ناس كتير بتقولي ان انا شبه محي الدين وهو صغير. ايوه جدا، في سك على بناتك. ايوه، وشبه كمان خالد ابو النجا. طيب، انت سلبي وجاهل وما عندكش سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. انا الفيلم في دماغي اصلا. تاني. طب انت عارفه انت سلبي وجاهل وما عندكش سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن.
هو حتى بيرد بيقول لها social political comprehension. ايوه هو بيقول لها كده. عادل امام بخيت بخيت وعديل. بخيت يا لهوي انا وعديلة. لسه شايف الفيلم امبارح. انا لسه شايف الفيلم امبارح لما طيب. كان قاعد بياكل الحمام وكان قاعد ايوه قاعده بتاكل بالظبط. الديك الرومي. انا من البلاد دي. ايوه حد كان يصدق ان المعلم بصبوص العطر يتقبض عليه هو وولاده ورجالته؟ هو المعلم بصبوص العطر اتقبض عليه؟ ده احمد امين. لا مش احمد امين. لا، ارجع ارجع ورا كمان خالص. خالص. ايوه احمد امين ده دلوقتي. يا نهار ابيض، ده احنا رايحين في داهيه انت مش قلت اتفرجت على العار؟ بجد والله. طبعا. يا نهار ابيض. فيلم العار. يا نهار ابيض. انت العربي بتاعك مش سعفك، سبيك انجلش وانا هفهمك. ده عسل اسود. عسل اسود. ده عسل مين؟ اسود. ايمي سمير غانم واحمد حلمي. بالظبط أيوة. كده. لو كنت جاي علشان الورث فالورث راح، ولو كنت زي ما بتقول جاي عشان عمك فعمك كمان راح. وانا رحت انا هروح بقى. أنا رحت كده مع هروح. عمي. انا كده رحت مع عمها. ايوه. لا ده معروف، قولي. انت مش هي عارفه عارفة؟ برضه؟ مش عارفه برضه. عشان تعرفي ان الجين زي عشان تعرفي على فكره ان هي مش. طب ما تديني أفريكانو؟ كده. افريكانو منى زكي. يا نهار ابيض، على فكره انت ممكن تساعديني. انت ما بتساعدينيش على فكره. لا والله ده انا انت عامله لك. بتديني اداء حلو قوي ها بس محتاج تريكات كده شويه، ان انا بنسى بسرعه، دي مشكله. ماشي. بس لو أنا نطقتي كلمه فيها حرف قاف ونون هولع فيكي، وفي البوكس وفي الحاج اللي قاعد ده. ابو علي. برافو عليك. مين؟ أيوة. كريم محمود عبد العزيز. لا مش يا نهار محمود. اسود، كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز. كريم بس. عبد العزيز. عشان تعرفي بس ان الذاكره في الضياع. طب نكمل المشهد. قال له ايه؟ اسمك ايه؟ لا مش فاكر. هو كان في البوكس. ايوه قال له حاجه. قال له عشت الاسامي. قال له اسمك ايه؟ قال له خلاص خالص. قال له أيوة، عشان عشت الاسامي. ايوه. طيب في تاني حاجه في الالفينات بقى كده شويه. ما انا بقى. قلت لك من الالفينات. لا دي اوائل الالفينات على فكره. ويت فين جو؟ هتروحي الجامعه كده؟ اوف كورس نوت. انا عاجبني قوي الرياكشن. انا قاعد مبسوط. انا سبت السؤال اصلا وقاعد مندمج معاكي عموما. طب انا هسهل لك. ماشي. بس انت هتقول الفيلم. هو عادل حاول. امام. ماشي. قال لها ايه؟ ويت فين جو؟ هتروحي الجامعه كده؟ اوف كورس نوت. مرجان احمد مرجان. لا حود يمين كده ولا تعالى شمال. شمال كده شويه. ايوه في نفس الوقت. في نفس الحته. عريس من جهه امنيه. بعديه تاني او قبليه. تاني اروح فين طيب؟ انا اروح التجربه الدنماركيه. انت غشاش كده. ايوه انا غشيتها من بره بصراحه. انا اتشرفت جدا بوجودك معايا النهارده يا ياسين. انبسطت قوي معاك. انتوا جيل جاهز زي ما انا قلت، جاهز لان انتوا متدربين على الوقوف قدام الكاميرا من وانتوا لسه مولودين. بتشتغلوا على نفسكم. جينزي بيحب الشغل وبيحب يكسب يعني الفلوس كده، بيعرف يجيب القرش من بذر العنب. هو طاير محمود عبد العزيز. وهو طاير يروح. ايوه بالظبط. يعني تعرفوا من اين تؤكل الكتف. اتشرفت وتنورت بيك. وشكرا على الحلقه. انا اتبسطت والله ان انا كنت معاكي النهارده واتشرفت بحضرتك جدا. انا اللي اتشرفت بيك يا شكرا. حبيبي. باي باي. باي باي.